لا اهلا ولا سهلا، اللي عايش الدنيا وخلاص وما بقاش فارق معاه اي حاجه بيعملها. طبعا الكلام ده مش ليكوا، فعشان كده اهلا وسهلا بحبايبي الحلوين. ازيكم؟ باختصار انا موجة مش فاهم حاجه، جاي افهم معاكم حاجه غريبه جدا، وانا متاكد ان حاجه من الحاجات دي وقعت قدامك في يوم. بس بقى انت وقتها عملت ايه؟ هنسالك النهارده السؤال ده وتراجع نفسك، وبعدها نصلح بقى اللي انت عملته ونقول لك المره الجايه المفروض تعمل ايه. نخش مع بعض سريعا كده. انا بصراحه مش مرتب للفيديو ده اي حاجه، انا جاي اتكلم معاكم ارتجالي جدا جدا جدا. هطلع الحاجات اللي انا عايزها قدامكم وندردش فيها سوا مع بعضينا كده في السريع، وناخد الايه الزتونه من الفيديو. هخش معاكم باول حاجه انا شفتها. طبعا انا عامل بلور على الصوره عشان ما ينفعش تشوفوا الصوره ابدا، ولكن الصوره حد منزلها عنده في البيج بتاعته على فيسبوك. حاطط صوره للبنت، صوره وهي بتتمرن ولابسه لبس مش لطيف خالص، وصوره وهي محجبه ولابسه الحجاب ولابسه لبس محجبين وكاتبه جمعه مباركه. منزله الصوره اللي فاتت الساعه من 11 ساعه، ومنزله الصوره الثانيه يوم الجمعه من 13 دقيقه. ده اللي مكتوب قدامي، ومكتوب انا بعد ما بقيت فاهم وقالوا. انا فكرتي، انت ليه منزل حاجه زي دي؟ طب انت فتحت البنت، لو هي حقيقه هي اللي في الصوره، ممكن يكون واحد عامل اي وانت تصدق. المنظر مش لطيف، ممكن يخلي الشباب بتثير شهواتهم، مش حاجه حلوه، وانت تتحاسب على ده كله. دي اول صوره. تويته لحد مش هنبين اسمه ولا هنبين الايه محتوى التويته، بس احنا هنقرا لكم التويته. شكلي قدام المرايه بعد ما لبست ومش فاضل لي غير الطرحه اللي هتضيع 80% من جمالي، بس الحمد لله على كل شيء. الحمد لله انها قالت الحمد لله على كل شيء. الصوره هي صوره لممثله مش مهم هي مين، شكلها برضو في الصوره مش لطيف، في تضاريس ليها واضحه. طبعا اللي منزل الصوره بنت محجبه مسلمه عارفه الاسلام والدين، وطبعا هي فاكره ان ده عادي، هي بتقول رايها. تمام. في مشكله كبيره. ماشي يا ايتها السيدات، انا مقتنع معاكم يا جدعان اني ماشي البنت والست بيضيع نص جمالها، كل جمالها لما بتلبس الحجاب. ماشي انا معاك في دي، ماشي يا عم. بس ليه في بنات شكلهم حلوين بالحجاب جدا؟ يعني انت تخيلي ان ربنا بيقولك، يعني ربنا عمل الحجاب ده عشان تتستري وجمالك ده يختفي، علشان حاجات كتير جدا انت عارفاها. غير كده المفروض انت عارفه ان الاسلام والدين قالك ان جمالك ما بيظهرش غير لمين، فانت عايزه تظهريه للناس كلها. في قصه سمعتها حلو جدا، حد حكاها، كانت قصه بين بنت ووالدها، عايز يعرفها قيمه الحجاب قد ايه حلوه، اللي هي بنات كتير مش حاسه بيها. انت لو عندك حاجه ثمينه جدا زي ذهبك، بتشيليها فين؟ حاجه مهمه جدا ليكي، بتشيليها بتحطيها فين؟ في خزنه، في حصاله، بتحطيه في علبه شكلها حلو قوي وبتقفلي عليها ومهمه جدا. فانتي عند ربنا زي الحاجه دي، فعشان كده عمل لك الحجاب، عشان انتي مهمه، انتي مميزه، انتي فيكي حاجات كتير حلوه. فمن وقتها اقتنعت بالحجاب وشافت نفسها حاجه مهمه، مش اي حد ياخدها، مش اي حد يشوفها. فطول ما هي مقتنعه ان الحجاب بيخبي جمالها عشان غرض معين، هتفضل تلبس الحجاب. لكن اللي شايف ان الحجاب بيغطي جماله وخلاص جمالي مش هيبقى ظاهر للدنيا، هيغلط وهيقع في اخطاء كتير وهو مش حاسس بيها. فربنا يهدي الجميع، ويا رب الناس تفهم. الفضيحه التي لا تصدق، فيديو مسرب بوم 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 مش عارف مين، ام بي سي ومش عارف مين. شوفوا الفيديو في اول تعليق، حاطط صوره ممثله وحاطط صوره حد ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا انت الحاجات دي تطلع قدامك، طبعا في حاجات كتير ظهرت وحاجات كتير فضايح كتير طلعت لممثلين ومش عارف ايه والكلام ده كله. هم رصيد الستر عند ربنا بتاعهم خلص واتفضحوا. فانت بقى بتيجي تعمل ايه؟ لا انا هنشر اكتر، انا هوري الناس شفت اللي حصل، تروح تكلم اصحابك ولا تحط صوره زي دي عشان خاطر تجمع فولورز، فاكر انه بقى ايه الموضوع ترند، فايه الناس هتخش تشوف الكومنتس وتدور. انت لو اي حد عمل سيرش بسببك على الحاجه دي وشاف اي حاجه وحشه، انت تاخد ذنبه. حلو، تعال نكمل. هو في الاخر هقول لكم كل حاجه، بس انا عايز اقول لكم الحاجات اللي بتظهر قدامي مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، مش مؤخرا ده دايما، وانت اكيد وقعت في الحاجه دي. فتعال نكمل. فتاه جميله منزله صورتها وهي لابسه لبس خالع وعامله وقفه مش حلوه مش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا الصوره دي انا شفتها كتير جدا على تويتر، ما اعرفش بتطلع لي ليه، شفتها بس مش شفتها هي، لا شفت ناس عاملين كومنتس عليها. فولد عامل كومنت مش مهم اسمه ايه، مش مهم الصوره، كاتب مشكلتها الوحيده اني مش هقدر اشيلها. استغفر الله العظيم يا رب. طيب انا شفت كومنت تاني البنت، انا متاكده ان هي عامله كل عمليات التجميل اللي في الدنيا عشان خاطر توصل للشكل ده. طيب انت ليه بتعرض لنا الحاجات دي يا ابني؟
طب تقصد ايه؟ ده انت مخافي الصوره، خافي اسم الناس. نخش على الصوره اللي بعدها والاخيره عشان ندخل بقى في صلب الموضوع الجميل. عندي احساس ان محدش هيختار محمد سعد وهيخسر، وحاطط صوره لممثله لابسه لبس مش لطيف، وحاطط صوره محمد سعد. وطبعا كاتب بقى لو هتختار محمد سعد حط كومنت، لو مش تختار محمد سعد اعمل لايك ومش عارف ايه والكلام ده كله. جميل جدا. الانسان اللي بيحاول يعمل الحاجات دي بيعملها ليه؟ بيعملها عشان خاطر فولورز، لايكس، متابعين وبس. ماشي ماشي ماشي، حلو جدا، جميل. تعالى بقى نخش في ايه؟ في الحاجه اللي انا عايز اقولها لكم. انت ليك كل الحق انك تسمع اللي انا هقوله، ليك كل الحق انك تعمل بيه او ما تعملش بيه. وانا عارف ان في ناس كتير جدا هتقول لك مش انت اللي هتحاسبني، في ناس كتير جدا هتقول لك انا عارف انا بعمل ايه كويس، في ناس كتير جدا هتقول لك انا ماليش دعوه، انا بس حبيت اقول رايي واكتب كومنت واقول ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، ولا مش عارف ايه ولا مش عارف ايه. حلو، جميل، ليك الحق في كل حاجه. تليفونك وانت حر، اكونتك وانت حر، شكلك وانت حر، تربيتك وانت حر، كل ده انت حر فيه. بس انا عايز انبهك على كام حاجه كده. انت عارف ان احنا هنتحاسب، هنتحاسب على النيه. انت متخيل انك هتحاسب على نيتك اللي جواك اللي انت ما قلتوش، الحاجه اللي انت ما قلتهاش انت هتتحاسب عليها. ما بالك اللي بتقوله، اللي الملائكه اللي على كتافك بيكتبوه كله، انت بتقوله بيتكتب، فاهم؟ بتعمله بيتكتب، بتحطه بتقول رايك فيه بيتكتب، بتعمل لايك بيتكتب، كل حاجه بتتكتب، فاهم؟ فانت اللي ما بيتكتب اللي هو في نيتك اللي ربنا الوحيد اللي عالم بيه، ربنا الوحيد اللي عالم بنيتك هتتحاسب عليها، مش حتى الملكين، لا. فمتخيل معايا؟ ففي آية أبدأ بيها الأول. بصراحة أنا متأكد إن أنا لما أقول لك الآية دي أنت هتتضايق مني، بس أنا هفهمك حاجة بعدها. اهدى كده وامشي معايا بخط جميل حلو، عشان أنا والله جاي أفيدك مش أكتر. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا انت هنا هتقول لي وانت مين قالك ان انا عايز اشيع الفاحشة؟ انت كده ركبتني ذنب، انا بقول رأيي عادي، انا مش بنشر، انا مش عارف ايه، انا ما اقصدش. انا ايه؟ انا ما اقصدش، انا عارف انك ما تقصدش، انت في نيتك ما تقصدش، بس انت اللي عملته ده ادى الى شيء انت ما تعرفوش بس هتتحاسب عليه. ايه هو بقى؟ انت كتبت رايك في كومنت في صوره البنت شكلها مش حلو او لابسه لبس مش لطيف، فولد او حد من صحابك او حد ما تعرفوش شاف الصوره عشان انت اليوزر بتاعك بابليك، او حد من صحابك شافها فعمل حاجه مش كويسه، او هو كمان قال رايه فرايه ده وصل لحد عمل حاجه مش كويسه، انت هتتحاسب على ده كله من غير ما تعرف. ليه؟ لان انت سبب الحاجه. ما تبداهاش، ما تقولش رايك في حاجه وحشه شفتها، مش لازم تكون صوره، حتى لو كلام مكتوب ما تقولش رايك، ما تثيرش الجدل على سبيل انك انت بتقول رايك ومش عاجبك اللي بيحصل. مش عاجبك اللي بيحصل، ادعي للحاجه اللي بتحصل دي بالهدايه. لو شخص عامل حاجه وحشه ادعي له بالهدايه وخلي رايك الوحش جواك، بس قوله لنفسك. انت مش هتكسب اي شيء لما تحطه على السوشيال ميديا غير ذنب، صدقني، وانت مش حاسس. عشان بقى هتتوجه لايه تانية. انت لما هتيجي تقف قدام ربنا هتقول له ايه؟ يا رب انا ما كنتش اعرف، انا والله بس كنت بقول رايي، زي ما ربنا عز وجل قال: لئن سالتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون. تقول لي برضو أنا ما كنتش بستهزأ بآيات ربنا. لا، أنت بتستهزأ من غير ما تاخد بالك، أنت بتغلط من غير ما تاخد بالك. إنك تنزل صورة أو تعمل كذا علشان خاطر فقط تقول رأيك ولا تجيب فيوز ولا تعمل فلوس. ما هي فلوس حرام، ما هي فلوس جايلك من ورا إيه؟ فاهم الفكرة؟ انت هتسال فلوسك تجيبها منين وتصرفها فين، فما بالك انت كل ده بيحصل وانت مش حاسس بيه. وانت برضو هتيجي وتقول لي انا ما كنتش اعرف، انا بعمل ده على سبيل نيه كويسه. هو الفكره كلها مش انك بتعمل كده على سبيل نيه كويسه وفاكر ان ربنا هيحاسبك على ده، لا، ما هو هيحاسبك على لو حاجه حصلت ورا الحاجه اللي انت عملتها وانت ما تعرفش وانت مش حاسس. فعشان كده انا عايز اعرفك ان كل لايك، كل شير، كل كومنت انت فاكر ما بيتكتبش، بيتكتب عليك وهتتحاسب عليه. وادى لايه؟ حتى لو عدى عليك عمر قد ايه هو اتكتب انك عملته. فهمتني ولا لسه برضو مش واصله لك؟ انت لما بتعمل لايك وتنسى انك عملت لايك وتمشي، او خلاص انت عملت لايك لبوست معين ومع السلامه والبوست ده فيه حاجه وحشه، او عملت كومنت والبوست فيه حاجه وحشه، خلاص نسيته وعديته ومشي وعدى العمر، انت تتحاسب عليه ان هو ادى لايه. عشان كده انت لازم تختار انت تعمل لايك لايه وكومنت لايه وشير لايه، تتفرج على ايه. كل حاجه غلط بتؤدي لغلط بعدين في حياتك انت هي بسبب ايه؟ انك شفت حاجه على السوشيال ميديا وما عرفتش تسيطر على نفسك، عملت حاجه غلط. السؤال هنا بقى انت لازم تصلح ايه؟ لازم تصلح الحاجه اللي بتسبب الغلط، الحاجه الرئيسيه، الاساس. مش تقعد تقول انا هحل المشكله دي ازاي، هحل المشكله دي ازاي،
ما انت مش هتحلها غير لما تبطل تشوف الحاجات دي. تقول لي ايه؟ انا لما اشوفها هعمل سكيب. ما انت في مره مش هتعمل سكيب، والمره الاولى اللي ما عملش فيها سكيب هتخلي المره الثانيه ما تعملش فيها سكيب، المره الثالثه ما تعملش فيها سكيب. فعشان كده انت لازم تصلح الاساس. شيل كل حد ملوش لازمه عندك، عشان ما تعملوش لايك من غير ما تقصد، عشان ما تشوفش حاجه عنده تثير الجدل فتقرر انك انت تقول رايك وتبوظ الدنيا. وبالذات في برنامج تويتر. ليه؟ لانك انت مش بتقول رايك بس كده عشوائيا، لا انت بتقول رايك بريبوست للحاجه الوحشه، فبتخلي الناس تشوفها وتبوظ الدنيا. فور يو بتاع برنامجنا الجميل التكتوك، انت اللي عمال تالف فيه على طول. طب ما انت ممكن تعمل فولو لبعض الناس الكويسين ودول تتفرج عليهم هم بس، عشان تقعد تالف في فور يو، عشان انت هتفضل تتفرج على الترند هيبدا يطلع لك كل الحاجات الوحشه، هتفضل تضل. ربنا يثبتنا. انا عارف ان الحاجات دي اتعرض عليك كتير، انا عارف ان الحاجات دي طلعت قدامك كتير، ممكن تكون من الناس اللي وقعوا في الغلط ده وقال رأيه وعمل لايك ولا بس ربنا يسامحك. اديك فهمت لو ما كنتش فاهم. يعني ما اعرفش انت عندك كام سنه، بس في وقت تقدر تلحق نفسك، لان الطريق معروف، عايز تروح له هتعرف. ما فيش حاجه ما تخلكش ما تروحلوش، وانت اللي عايز بقى. شوف انت، فاهمني؟ ربنا بيسامح. ما تعرفش امتى هتشوفه، ما تعرفش امتى هتروح له تقابل وجهه الكريم، ما تعرفش. فتخيل ما تلحقش، تخيل كمان حاجه كتير تكون مستور فيها ورصيدك في الستر يخلص. فراجع نفسك والحق نفسك. مفيش اي حاجه في الدنيا هتفيدك عشان انت مش تاخد معاك اي حاجه وانت رايح تقابل وجهه الكريم. اي حاجه، ولا فلوس ولا شهره ولا اي حاجه. احنا هنسال على كل حاجه، لازم تفتكر ده كويس جدا. هتتسال على تكه. اتمنى تكونوا فهمتوا الرساله اللي انا عايز اوصلها. اتمنى تكونوا بخير، اتمنى تراجعوا نفسكم، اتمنى تراجعوا كل حاجه بتشوفوها. اتمنى لكم بجد كل خير، اتمنى بجد تكونوا استفدت وصلت لهنا. يا رب اي حد غافل، يا رب اي حد مش واخد باله يفهم، علشان يعني المجتمع والكوكب بقى رايح على مكان مش حلو. والناس هتقول لك احنا كل سنه بتزيد، بيقول لك احنا في 20 كام. انت فين؟ مش 20 كام. هو انا مش فين؟ هو انا مش في انهي سنه؟ هو انا مش في الدنيا والتكنولوجيا وبتتطور؟ انا في الدين صح، واللي اتعلمته واللي الدين معلموني. انا ولا جاهل ولا قديم ولا فاهم؟ تخليش حاجه تغيرك، عشان تستاهل كل خير، تستاهل اعلى مراتب الجنه ان شاء الله لينا كلنا يا رب. اذا وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. معاكم محمد صالح موكا، اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى تكونوا مبسوطين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المره الجايه.